حواوشي احلى من بتاع المطاعم، سهل وبسيط ومن غير افتكاسات كتير. اعملوا لي لايك وفولو، تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. هتجيبوا كميه اللحمه اللي انتم محتاجينها. انا استخدمت نص كيلو لحمه مفرومه، ونفس كميه اللحمه بالظبط بحطها بصل برضو مفروم ناعم بالشكل اللي انتم شايفينه ده. تفرموه في الكبه او تبشروه بالمبشره، المهم ان هو يبقى ناعم خالص. هتقولوا كميه البصل كتير، هقول لكم جربوا الاول الطريقه دي بنفس النسب كده حتى لو في كميه قليله، وهتشوفوا بنفسكم الطعم هيطلع حلو قوي ازاي، بجد هتنبهروا. وحطيت على نص كيلو اللحمه ونص كيلو البصل ربع كيلو فلفل برضو مفروم ناعم جدا. لو عايزين تقللوا كميه الفلفل مفيش مشكله براحتكم، وطبعا بارد او حراق زي ما تحبوا. وحطيت طماطميتين برضو مفرومين ناعم بالشكل ده، بتدي تسكيره حلوه قوي للحواوشي. اهم حاجه ان كل المكونات تبقى مفرومه كويس جدا علشان لما نعجنهم مع بعض يتجانسوا مع بعض كويس جدا، وما نعرفش كده نفصل اي حاجه عن التانية. وعلى الكميه دي حطيت معلقه صغيره توم باودر، ومعلقه صغيره بصل باودر، ومعلقه صغيره فلفل اسود، وربع معلقه صغيره زنجبيل. كميه الملح حسب ذوقكم في الاكل. انا باخد كل الحاجات دي وبديهم مع بعض ضربه في الكبه. لو مش متوفر كبه هتدعكوهم بايديكم كويس جدا لحد ما كل الحاجات دي تتجانس مع بعض وتبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده. شايفين كده الخيوط اللي بتطلع دي؟ ده معناه ان كل المكونات خلاص اختلطت ببعض كويس جدا. بسيبها بقى في التلاجة نص ساعة كده ولا حاجة، وبعد كده بقى بطلعها واحشي بيها العيش. لو ما عندكوش وقت عادي مفيش مشكلة. اهم حاجة ما تحطوش اللحمة في العيش الا وقت التسوية، علشان هي فيها كمية كبيرة من السوائل بسبب البصل والطماطم والفلفل. لو حطيتوها في العيش وركنتوه شوية هيبوش منكم. وبنفرد بقى الحشوة بتاعتنا في العيش بالشكل ده، بالكمية طبعا اللي بتحبوها، كتيرة قليلة زي ما تحبوا. وبنحطه في صينية تكون مدهونة زيت، وبندهن كمان وش العيش بزيت. بعد كده بدخله الفرن واسيبه لحد ما ياخد لون من تحت، وبروح قلباه على الناحية التانية وارجعه الفرن تاني لحد ما ياخد لون من الناحية التانية كمان. وبعد كده بنخرجه من الفرن وبيبقى جاهز على التقديم. بصوا بقى، لو عايزين تاكلوه مقرمش لما تخرجوه من الفرن ما ترصوهوش فوق بعضه، افردوه بس على صينيه جنب بعضهم. ولو عايزين تاكلوه طري عادي بقى هتخرجوه من الفرن ترصوه فوق بعض وتغطوه بفوطه نظيفه او تحطوه في اي علبه او حله ليها غطا. وكل ما تطلعوا رغيف هنحطه في العلبه ونقفلها لحد ما نخلص الكميه كلها. بجد يا جماعه خطير، جربوه بالطريقه دي، متاكده ان هي هتعجبكم، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.